السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآيات العجيبة والجميلة اللي بنقابلها وبنعدي عليها وبنقرأها كتير في القرآن، وللأسف بنعتبر نفسنا ما بنعملش الحاجة دي لما بيقولك إيه: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الكفر بالآيات احنا فهمنا ان هو الكفر يعني نبقى زي الكفار، زي قريش، زي الناس اللي هي تكفر بالله. هو ربنا هنا ما قالش نكفر بالله، هو قال نكفر بآيات الله. طب هو الكفر بالآيات ايه؟ ان يبقى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه منزل آية، والآية دي واضحة وصريحة وما تقبلش يعني اي نقاش، وانا ما بعملهاش، يبقى انا كده كافر بالآية، ما بعملهاش، كافر يعني ما بعملهاش. كفر هنا مش كفر خروج من الملة، مش كفر بالله أصلا، لا، هو كفر يعني عدم طاعة في الشيء ده. فمثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، ما فيش حد مش حافظ الآية دي من المسلمين، ما فيش حد حرفيا مش حافظ الآية دي من المسلمين. إن مع العسر يسرا. طب ايه يا ستي الكفر بالآيات اللي انت بتقوليه هنا في الآية دي؟ الآية دي معناها إن مع العسر يسرا، معناها إن في قمة العسر، في قمة المواقف الصعبة، هو في يسر موجود. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق عسر إلا ومعه يسر، زي التوأم كده. ما ينفعش نقول توأم إلا لما يكونوا اتنين، يعني ده توأم يبقى ليه أخ على طول، نزلوا من بطن أمهم اتنين. فهو سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، الاتنين في نفس ذات اللحظة يتواجدوا مع بعض. أنا يعني الشخص دلوقتي في عسر، إذن تصديقا للآية وتصديقا لمن قال الآية، الله سبحانه وتعالى اللي قال الآية، وتصديقا لله، لأن احنا بنقول صدق الله العظيم. كيف يكون صدق الله العظيم وأنا غير مؤمنة باليسر اللي موجود مع العسر؟ أهو ببساطة جدا، يبقى الذين كفروا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الآية في سورة البلد، أنا جايباها من جزء عامة ليه؟ علشان تبقى صورة موجودة كل الناس مرت بيها، وآية كل الناس بتقولها، بنحفظها وبنحفظها لأولادنا عادي جدا. فنجيبها ونطبقها أو نقارنها بتطبيقها. بقى احنا بنعملها ازاي؟ بقى أنا ازاي بعمل ده؟ أنا ازاي أبقى كفروا بالآية؟ أنا معقول أنا مسلمة وأبقى كفروا بالآية؟ لما يبقى إن مع العسر يسرا، وأنا في عسر أنا مريت بيه وأنا عايشة فيه ومندمجة فيه، وهم وحزن واخدني فترة طويلة، وما خطرش على بالي ان في يسر. ما هو انا لو خطر على بالي ان في يسر، انا مش هكتئب، انا مش هتضايق، انا مش هتخنق. هو في يسر وان كان مخفي، هو في يسر وان ما كنتش شايفاه، انا مش شايفاه، بس تخيلوا كده حد نمى المهارة بتاعة البحث عن اليسر. تخيلوا كده معايا، للوهلة الاولى وللحظة الاولى اللي اتحط فيها في العسر، هو اتقال يعني اتقال له ان مع العسر يسر وصدق. وفعلا فعلا اول ما حصل له العسر صدق يقينا ان في يسر. الشخص ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى تعامله مع المشكلة ازاي؟ هيبقى المدة اللي هيقضيها في المشكلة قد ايه؟ هيخرج منها بسرعة ازاي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما هو المخرج مرتبط بالتقوى، ده حاجة يعني شبيهة بإن مع العسر يسر. فلو حد موجود في مشكلة ولم يجد مخرجة بعد فترة قليلة، يبقى هو مش مطبق التقوى. ولو حد في عسر ولم يجد اليسر، وقبل ما يجد اليسر صدق باليسر، أصلا أنا لما هصدق باليسر هجد اليسر. هو بيقول لك في سورة الليل إن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنا هتيسر لليسر بتصديقي بالحسنى، والله هو كل الحسنى جاية من عنده. فهو ربنا سبحانه وتعالى بعت لي الآية بتقول إن مع العسر يسرا، فهي موجود اليسر. ليه بقى إحنا كبشر موضوع إن إحنا نقرن اليسر بالعسر على طول فوري وبسرعة قبل ما نندمج؟ ما هي القضية إن إحنا بنندمج وبنعيش وزي ما نكون بنتزحلق كده.
دي مهارة من مهارات الإيمان، ومهارة من مهارات التقوى، ومهارة من مهارات التصديق، إني فورا أبقى مؤمن بوجود اليسر. هنا الموضوع هيبقى أبسط مما يكون. هنا هبقى مش من الذين كفروا بآياتنا، وابقى من أصحاب الإيه؟ المشأمة. مشأمة من اسمها شؤم. هو في شؤم أكتر من إن أنا العسر يفضل ياخدني 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 ومطول؟ وعلى فكرة هو مش بيطول بذاته، ده بيطول ويجيب يعني أشباهه. تلاقي مشكلة جابت مشكلة شبهها، ومشكلة جنبها، ومشكلة بنت عمها، وتلاقي الموضوع طول. ليه؟ لأن أنا مصدق بالعسر وما صدقتش باليسر. وبقية الآية في سورة الليل إن كذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هنا تيسر برضو، بس للعسرة. كله مبني على التصديق. فلما تيجي آية تقول بمنتهى البساطة في سورة البلد والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، فاحنا ما نقولش لا مش أنا. ده مش أنا. عايزة أقول لكم قانون إن مع العسر يسر ده واحد من القوانين الكتير قوي اللي احنا نكفر بيها ونحسب ان احنا لا نكفر، لان احنا شايفين ان الكفر هو الكفر بالله فقط. لا، في كفر نعمة، وفي كفر بالآية. انواع الكفر كتير وكلها، وانا لسه في ملة الاسلام، انا ما طلعتش بره، بس مش بعملها، بس مش بصدق هنا ومش بأمن هنا بالشيء ده. فالآية واضحة وصريحة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. فأنا لما أكون عايش في عسر، أنا ما صدقتش باليسر. والقوانين كتير، وكتاب ربنا مليان كنز يعني لن ولم هينضب ولا هيبطل كده. كتاب ربنا هيبطل يطلع من كنوزه ومن جواهره، مليان، بس اللي يدور واللي يبحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.